يمكن لها أن تدخل حجم الاستثمارات وحجم العائدات إلى ملايير الدولارات. فمثلا إذا نظرنا إلى تنظيم مونديال 2030، فإنه حسب الاقتصاديين المحللين الاقتصاديين سيتمكن المغرب بفعل النشاط التي ستعرف السياحة، وكذلك التحرك للبضائع والأشخاص عبر التراب المغربي من الشمال نحو الجنوب، ما يناهز غير المونديال بوحده راه تيحدد لنا 14.5 مليار دولار كعائدات. هذا حسب بعض ما اطلعنا عليه في بعض المواقع الاقتصادية التي تتبع مستقبليات هذا المونديال. إذن هناك مونديال 2030، هناك تعاون استخباراتي أمني رفيع المستوى ما بين الأجهزة المغربية والإسبانية بخصوص الهجرة السرية، بخصوص الاتجار في البشر كما قلت، بخصوص التهريب الدولي للمخدرات. وأقول أنه ليس من السهل أن يحظى رئيس جهاز الأمن المغربي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني وللمديرية العامة لحماية التراب الوطني الأستاذ الحموشي بوسام رفيع من دولة إسبانيا، طبعا إضافة إلى تعاون مع دول أوروبية أخرى. إذن علينا أن نقول أن زيارة بيدرو سانشيز إلى المملكة المغربية جاءت لتعزيز تعاون اقتصادي استراتيجي مهم، تعزيز تعاون اقتصادي في ملفات كما قلت أمنية، في تهيئ إلى استضافة المونديال، كذلك في وضع أسس رؤية مستقبلية أو ما يسمى برؤية الأطلسي، خاصة أن المغرب اليوم فتح وجهة بحرية لدول الساحل للدفع بالتنمية والدفع بتمكين هذه الدول من تصدير منتجاتها، برفع مستوى اقتصادها ومعاملتها التجارية، وهي مقاربة تأتي إلى جانب المقاربة الأمنية والعسكرية لمحاربة الإرهاب والتطرف والجريمة غير المنظمة في هذه البلدان. ولذلك نقول أنه كذلك هناك مسائل دفعت في إطار الانفراج الذي عرفه مارس 2022 ما بين العلاقات المغربية والإسبانية، من بين ترسيم الحدود البحرية. ترسيم الحدود البحرية هو اعتراف سبقي بسيادة المغرب على مجاله البحري على طول الساحل الصحراء المغربية، الساحل الأطلسي. إذن علينا أن نعرف كذلك أنه هناك كذلك المعبرين البريين لمدينة المحتلتين التي الآن هما موضوع النقاش، سبتة ومليليا، وكذلك في إطار الدفع بإسبانيا إلى إعادة النظر في هذين الملفين. كذلك هناك النظر إلى حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وأن إسبانيا اليوم أصبحت تعتمد وأصبحت ترى في المغرب مستقبلها في مدها بالمنتجات الفلاحية والشبه فلاحية. وهذا طبعا أن الآن العالم يتسارع إلى تحقيق أمنين، أمن غذائي وأمن طاقي. طبعا هناك كما قلت الآن وحسب الإعلام الإسباني فإن إسبانيا تسعى إلى تسليم المراقبة المدنية للطيران المدني إلى المملكة المغربية، بعد أن كانت تراقب حركة الطيران المدني من مدينة من جزر الكناري. وهذا الأمر يتعلق بمعاهدات، طبعا نعرفها في معاهدات الطيران المدني كمعاهدة شيكاغو، معاهدة ترعاها هيئة الأمم المتحدة فيما يضمن السلامة الملاحة المدنية. والآن المغرب سيكون كذلك مستقبلا في إطار هذا الانفراج المهم الاقتصادي الذي تستعرف كذلك الصحراء المغربية، ليس فقط بالدفع بميناء الأطلسي على شاكلة ميناء طنجة المتوسطي وهو ميناء الداخل الأطلسي، ميناء مهيريز، إعادة إعمار مدينة القويرة وإنشاء ميناء مهم بها إلى جانب ميناء مهيريز سيقوم من تصريف المنتجات التجارية إلى القارة الإفريقية. ولكن نقول أنه كذلك اليوم سنرى مشاريع مستقبلية من خلال توسعة مطار الداخلة الحسن الأول، مطار العيون، كذلك إنشاء مطارات أخرى في السمارة وفي بوجدور، وكذلك
مطارات قريبة من الحدود المغربية الموريتانية، ولدعم ممر القرقارات والممر الجديد الذي تم إنجاز أكثر من 70% منه، وهو ممر الذي يمر من أمقالة السمارة، والذي سيقضي على مراكز تغلغل الجماعات الإرهابية، من خلال كذلك دفع المغرب بإزالة المنطقة العازلة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.